يا صباح المزاج والكيف العالي يا جميل. السلام عليكم. مساء الفل على احلى واجمل واعظم جمهور في الدنيا. معانا النهارده شويه اخبار حلوه، الحمد لله ربنا يكتر الاخبار الحلوه. هنبدأ طبعا بخبر النهائي اللي فرح الناس كلها، وهو هيفرح اكتر بالاخص محمد الشناوي. حته اقامه المباراه في حال صعود صن داونز انه يقام بالليل، ما فيش بالنهار بقى، خلاص شغل 3 العصر والكلام ده، وشغل انك تلعب المباراه على البوتاجاز ده خلاص ايه الكلام ده عاف عليه الزمن. فمن وجهه نظري اكتر واحد يفرح بالقرار ده محمد الشناوي، بسبب الاجوان الغريبه اللي دخلت فيه في ماتش صن داونز وماتش الهلال. لما اللعيبه سالوه فيها يا الشناوي ايه الاجوان الغريبه اللي بتخش فيك دي، ما بشوفهاش غير مع استاذ جلال علام الله يمسيه بالخير بتاع مواقف وطرائف، قال له الشمس يا ولدي، مش شايف الشمس يا ولدي. فكده الحمد لله كان هيبقى قدامنا يا اما نعدل قانون اللعبه ويلبس نظاره شمس، يا اما يريح خالص. فكده الحمد لله ايه المباراه هتبقى بالليل، مالكش حجه يا شناوي عشان ايه تفرح الناس اللي على القهاوي. دلوقتي انت البطوله دي محتاج ان انت تسوقها، يتفرج عليها خارج القاره، فازاي ده 3 العصر دي جمهور الاهلي وصن داونز نفسهم ممكن ما يشوفوهاش. حته ان هيبقى فيه الناس دي هتبقى في اشغالها والكلام ده، فبشبه مؤكد هو بس بقى ايه الوقت ان هو صن داونز يصعد رسمي، وده تقريبا اللي هيحصل يعني، فيعلنوا خلاص المباراه بالليل. بس يقال ان هو اتبعت لهم جواب ان في حاله اقامتكم للمباراه وصولكم للمباراه النهائيه هيبقى النهائي بالليل. الخبر الثاني برضو المفرح حلو قوي، ان النادي الاهلي هيشارك من اول دور المجموعات. حته بقى التمهيد 32 و16 والكلام ده لا خلاص، بسبب مشاركه النادي الاهلي في دوري السوبر الافريقي اللي هيبدا من الموسم الجاي. وده مش الموسم الجاي بس، ده على طول، لان النادي الاهلي هيبقى ضلع اساسي في دوري السوبر الافريقي، فعلى طول بعد كده ده برضو خبر هيعمل لناس قلق ومشاكل، هيعمل لهم هنا حميو وفي الزريبيو ان انت النادي الاهلي بعد كده 64 مفيش، 32 مفيش، 16 مفيش، انت على طول على باشا ايه في الاشتباكات على طول في دوري المجموعات. وده حلو. الخبر ده هيدخلنا الخبر تاني مرتبط بيه، وهو ايمن اشرف. ايمن اشرف بلغ مستر كولر ان هو جاي له عروض من الخليج، وهو خلاص اقرب للرحيل. مستر كولر قال له اجل، انت هتاخد فرصتك الفتره الجايه دي، الماتشات اللي جايه في الدوري قال له انت هتاخد فيها فرصه وفرصه كبيره، بسبب ان النادي الاهلي كده ارتباطاته القاريه زادت. يعني كده انت عندك دوري، عندك كاس، دوري ابطال افريقيا، دوري سوبر افريقي، فبطولات كتير. يعني عجبني برضو مستر كولر اول ما جه كان في دماغه فكره ال 25 لاعب دي، بس عايز مره 25 لاعب بس، حاسس ان هو مدرب تنس جاي ايه من سويسرا ومش عارف ايه، ومش عايز عدد كبير في التمرين وجاي يستجم. دلوقتي بدا فكره يتغير، بدا يقبل ان اللي يبقى 30 واكتر، وبدا يصعد من الناشئين ناس زي رأفت خليل وكريم الدبيس والشباب دول. فحته ان هو يقول ايمن اشرف كده معناه ان هو الراجل بدا يطور فكره، بدا يشوف ان هو بيشارك في بطولات كتير، فده هيتطلب منه يبقى عنده لعيبه اكتر ولاعيبه جاهزين اكتر. فهو بلغ ايمن اشرف انه اجل قرار رحيله عن النادي الاهلي لحد ما ياخد فرصته كامله لحد من هنا لاخر الموسم، علشان بسبب الارتباطات الكتيره اللي تبقى عند النادي الاهلي من الموسم اللي جاي. نخش بعد كده بقى على اللعيبه اللي مستر كولر قرر ان هم هيستبعدوا مع مباراه الترجي بتاعه العوده يوم الجمعه. اول 2 لعيبه حمدي فتحي ومحمد هاني، بسبب ان الاثنين عندهم انذارين، لو واحد فيهم خد انذار ثالث شكرا هتتحرم منه في ماتش الذهاب، فهيريح كده حمدي فتحي ومحمد هاني. واخبار كتير خارجه بتقول محمد الشناوي كمان. ليه؟ لان محمد الشناوي هيتوقف 3 4 مباريات في الدوري، 3 مباريات، ف3 مباريات مين اللي هيلعبهم؟ علي لطفي، فبرضه محتاج علي ياخد شويه ماتشات. وكده كده الشناوي الماتش الترجي باذن الله يعني بشبه بنسبه كبيره محسوم، فبرضه مفيش مشكله ان الشناوي يريح وعلي لطفي ياخد المباراه دي. وبرضه بنتمنى برضه كل فيديو، انا من يوم ما عملت فيديوهات وده برضه عمال انادي عليه علي معلول، علي معلول. اصل مش قادر انسى ان اول موسمين اللي علي معلول مع النادي الاهلي خسرناه في 2 نهائي، فمش قادر ان انا الشبح اللي غيابه عن النهائي ده مش عايز يروح عن بالي، فخايف نيجي في وقت لا قدر الله نخسره. فبرضه نشوف يعني احتمال كبير علي معلول ممكن يريح كمان. بس كده اخر حاجه برضه معانا، وهو في خبر انتوا نسيتوه، كان حوار لجنه الانضباط اللي كان يوم 14 القرار بتاع حلها. القرار اتاجل يوم 28 اللي كان النادي الاهلي قبل مباراه السوبر رفع دعوه عشان يبطل اللجنه دي وقررتها عشان كهربا ما يتوقفش ويشارك في السوبر عادي. القرار كان المفروض يوم 14، اتاجل يوم 28، وهنشوف ايه اللي هيحصل. شكلها تفضل تاخد وقت كبير تتاجل. بس دي كانت اهم الاخبار اللي معانا النهارده، وان شاء الله ربنا يكتر الاخبار الحلوه، كلها اخبار برضو مفرحه ومريحه للنفسيه. ربنا يكتر الاخبار الحلوه، ونتقابل ان شاء الله في اقرب وقت لو في خبر مهم ولا حاجه. السلام عليكم.